السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تعالوا النهارده نعمل اكله جامده، اكل حرش زي ما بيقولوا. فاكرين الجملي هو املي. هنعمل طاسه النهارده بس مش بالجملي، مشكل لحوم، سجق على كبده على كفته، بس بجد تحفه تحفه بجد. ممكن ناكلها في سندوتشات، ممكن ناكلها بنغمس عادي، وممكن نعمل جنبها اي شويه مكرونه، هيمشي الحال. حلوه جدا لو عندنا تجمعات للاهل والاصحاب، نعملها سندوتشات كده جنب شويه طحينه وشويه مخللات او طماطم مخليه زي ما انا عملت. شايفين جميله ازاي؟ تحفه بجد والله. جربوها وجربوها بطريقتي دي وان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. تمام. شايفين الجمال ولا الريحه ولا الطعم؟ كان نفسي تبقوا موجودين عشان تشوفوا الايه، إيه الجمال اللي انا بقوله وبتكلم عنه ده. يلا بينا نبدا نعمل الطاسه الجميله دي او الصينيه الحلوه دي. ان شاء الله انا عملت نص كيلو من كل صنف. انتوا اعملوا اللي حسب ما تحبوا وحسب امكانياتكم وحسب الاعداد الايه، العدد اللي معاكم او اللي عندكم. يلا بينا نبدا نجهز حاجتنا عشان نسهل على نفسنا الايه، وقفه المطبخ. عندي هنا نص كيلو من اللحمه، ابتدي اتبله. فرمت له بصلايه متوسطه كده وحطيتها بالميه بتاعتها. تمام. بعد كده هتبل اللحمه بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل واي بهارات كفته او بهارات لحمه لو عندكم. انا كان عندي بهارات اللي هي البرجر، كيس برجر كده، بهارات برجر. حطيت شويه، حطيت معلقه من البقدونس الفريش، وزي ما قلت لكم فلفل اسود، وشويه من بهارات البرجر، اديتها طعم حلو قوي. البهارات اللي انتوا عايزين تستخدموها استخدموها زي ما بتعملوا الكفته وحابينها اعملوها. وهنا تبلت طبعا بالملح. ابتدي بقى اعجن الخليط ده كله واكورها واشيلها في التلاجة تجمد شويه عقبال ما اجهز بقيه الايه، المكونات. هنحط خلطه كده على الخليط بتاعنا او الصينيه بتاعتنا او الطاسه بتاعتنا دي، عباره عن فلفل حامي وفلفل اخضر وتوم. تمام زي ما انتم شايفين. وافرمهم كلهم في كب. طبعا انا عملت كميه تناسب اللي انا ايه، الكميه اللي انا عاملاها من اللحوم. عندي طماطم هبشرها، ويفضل نبشرها بلاش نعملها في الايه، في الخلاط. هعمل الطبق بتاعنا ده بالليه. عايزينها حاجه كده دسمه زي اللي بناكلها من بره وبنشمها في المحلات واحنا ماشيين جنبها. فهحط حته ليا، مش هكتر ليا. اللي مش عايز يحط ليا ما يحطش ليا. ممكن نحط معلقه سمنه بلدي. هقطعها صغير كده الليا. تمام. انا مش عايزاها مبشوره، انا عايزاها تبقى باينه في الاكل. وطبعا انا هساعد برضو بشويه زيت مع الايه، مع الليا. هحط بقى طاسه على البوتاجاز، طاسه تناسب الكميه اللي انا عاملاها. سامحوني بقى على منظر الطاسه، هي اكبر واحده عندي دي. حطيتها على البوتاجاز واحط اللية تسيح او تسلي زي ما بيقولوا. يبقى احط اللية تسيح، هي مش هتسيح طبعا 100%، لكن هيبقى فيها قطع كده. ابتدي اقلب فيها لحد ما الايه، ما اللية تسيح. اللية ساحت وعندي بقى السجق. حطيت حوالي نص كيلو سجق، حطيته سليم. تمام. وهشوحه لحد ما يجمد، وبعد كده اقطعه اما بالسكينة او اقطعه بالمقص زي ما انا عملت. تمام. ابتدي اقلب فيه لحد ما يتحمر وينشف معانا. انا جبت المقص بقى، جبت المقص كده وابتديت اقطعهم، لقيته لسه ايه، طري مجمدش. فعايزاه يجمد او يتحمر شويه، وابتدي اقطعه قطع صغيره متناسبه طبعا مع الكفته ومع الايه، مع الكبده. السجق اتحمر اهو وقطعته وخلاص كده ما شاء الله استوى. ارفعه بقى من الطاسه وانزل بالايه، بحاجه تانية من اللحوم اللي احنا هنعملها. نزلت بالكفته. طبعا انا زودت شويه زيت مع الايه، مع الليه. احط الكميه كلها واشوحها وهنصبر عليها شويه لان هي هتنزل طبعا ميه من معاها، والبصل هينزل ميه. فاحنا عايزينها برضو ايه، وما نقلبهاش وهي لسه ايه، احنا حاطينها. اول ما نحطها ما نقلبهاش عشان ما تتفكش مننا. نحاول نقلبها بحرص عشان ايه، شكلها ما يبوظش وما تتكسرش معانا. الكفته استوت اهي ما شاء الله. تمام. ابتدي بقى ارفعها برضو من الطاسه، ريحتها كانت جميله جدا. بعد كده نزلت بالكبده بقى، نص كيلو كبده مقطعاه. بوزعها كده في الطاسه لحد ما ايه، ما تتحمر. انا مش هفضل اقلب في الكبده كتير عشان ما تنزلش ميه وما تاخدش وقت في الايه، في التسويه.
كده الكبده استوت او لسه ما استوتش، لان كله لسه هي ايه هيكمل هيندمج مع بعضه وهيستوي كله مع بعض. ريحتها جميله جدا الكبده وهي بتتحمر كده قبل ما نحط لها اي بهارات او توابل. بعد كده هنزل بقى بالمكونات اللي حمرناها قبلها، بالكفته والسجق كله على بعضه في نفس الطاسه. عشان كده جبت طاسه كبيره عشان ايه اقدر اقلبهم كويس. ممكن نعملها في صينيه، ممكن نعملها في حله كبيره، اللي متوفر عندنا واللي نقدر نستخدمه. ابتدي بقى احط الخلطه اللي انا عاملاها، اللي هو الفلفل والثوم، فلفل بارد طبعا وفلفل حامي. وعايزين تكتروا عن كده كتروا، انا المفروض كنت كترت شويه، بس هي الصراحه طلعت تحفه. اقلب كل الخليط ده مع بعضه، ولسه مستواش طبعا، لسه هنسيبهم يستووا شويه مع بعضهم لحد ما احط الطماطم اللي احنا بشرناها مع بعضنا. ريحه الثوم ابتدت تظهر. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، شويه كمون على شويه فلفل اسود على شويه كزبره. حابين تحطوا مكعب مرقه اللي يعجبكم. ونحط ملح طبعا، بس نخلي بالنا ان الكفته فيها ملح والسجق فيه ملح، فما نزودش ملح قوي. تمام. وبعد كده هنزل بالطماطم المبشوره، انا مش عايزاها تبقى فيها صلصه جامده، فعشان كده بشرت الطماطم. هقلب كل المقدار مع بعضه واسيبهم بقى يتجانسوا مع بعضهم كده وياخدوا ويدوا مع بعض لحد ما الروايح والشكل يتغير، الريحه تطلع وشكل الاكله يتغير كمان. كده ما شاء الله خلاص استوت اهي، زي ما انتم شايفين كله اندمج مع بعضه والخليط كله استوى. نبتدي بقى نقدم الاكله بتاعتنا. اخر حاجه هنحطها عصره ليمون، وبعد كده هقدم الطبق بتاعنا. اتمنى تجربوا الطبق ده وانصحكم تجربوه، الصراحه تحفه ولذيذ جدا. انا ببتدي بقى اغرف الطاسه بتاعتنا دي في صينيه او في طبق تقديم اللي هقدمه على السفره طبعا. عملت جنبها شويه طحينه وشويه طماطم مخلله، ونقدمها جنب عيش او رز او مكرونه اللي يعجبكم. جربوا الاكله دي وان شاء الله مش هتندموا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.